الله على القرص وجمالها. السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ ريتال للاكلات الشهيه. النهارده هنعمل القرص الطريه باسهل طريقه، من كيلو دقيق بس هتطلعي الكميه ديت. شايفين شكلها، وهقول لكم كمان على طريقه التسويه. اللون يبقى من الوش زي الظهر. بصوا الشكل بتاعها طريه جدا وهشه، يعني قرص اسفنجيه. كمان طعمها حلو جدا جنب كوبايه شاي على الفطار كده، او جنب قطعه جبنه وحاجه كده. حلو جدا. بصي يعني موفرة بكتير، يعني بجد هتوفري كل يوم فلوس كتير على الفطار. لو انت حبيتي يوم تفطري كده، يوم تشتري فطار من بره، يوم قرصتين جنب كوباية شاي كده، واليوم بتاعك خلص. يلا نشوف بقى الطريقة وطريقة التحضير والمقادير. بجد شايفين منظرها؟ كيلو دقيق بس طلع لي الكمية دي كلها. يلا نشوف الطريقة مع بعض. بص يا ست الكل، اول حاجة هنا معايا البولة بتاعتي، نزلت بكوبايتين من اللبن الرايب او اللبن الحليب. بعد كده بتنزلي بمعلقتين سكر ومعلقة خميرة فورية كبيرة او باكت من الخميرة الفورية. بعد كده بقلبهم كويس جدا مع بعض وبركنهم لمدة 10 دقايق. تركنيهم 10 دقايق كده لغاية ما الخميرة بتاعتك تتفاعل. هغطيهم بقى واركنهم. بعد كده معايا كيلو من الدقيق متعدد الاغراض او متعدد الاستخدامات. بنزل عليهم بمعلقتين من اللبن البودر، وهنا اللبن البودر اختياري. وكمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونص معلقة من الملح. بقلب كل المكونات الجافة مع بعض، بس اهم حاجة تبقي نخلة الدقيق كويس، علشان طبعا المعجنات بتاعتك تبقى هشة كده ومفرغة. وكمان لو ما عندكيش لبن رايب تقدري ان انت تستخدمي لبن حليب. متواجد لبن حليب تقدري تشتغلي بيه، مش متواجد خالص وانت عايزة تعملي شوية قرص طرية وكده، معلقتين من اللبن البودرة او كيس لبن نيدو هتعملي المعجنات بتاعتك. يعني بصراحة هي اقتصادية يعني بزيادة في الوقت الغلا اللي احنا فيه ده. كل واحدة بتفكر يعني ازاي توفر بأسهل طريقة، عشان طبعا الدنيا غلت والحاجات كلها بقت غالية والأسعار بقت نار. طبعا بعد ما ركنتها 10 دقايق هبتدي بقى انزل بكمية الدقيق بتاعتي كلها. وهنا طبعا الدقيق بيختلف من مكان لمكان. انا نزلت هنا بربع كوباية من المية السخنة. كمان زي ما اتفقنا الدقيق بيختلف من مكان لمكان. انا عارفة معيار الدقيق اللي معايا، علشان كده نزلت بكمية السوائل كلها. انت طبعا ما تنزليش بكمية السوائل كلها، تنزلي بالتدريج. كل ما تحتاجي تحطي العجينة بتاعتك. العجينة بتاعتي هنا ما بتبقاش ناشفة، العجينة بتبقى فيها سن التلزيق. شغالة زي ما انا كده لغاية ما بلم. اول ما العجينة بتبتدي تتلم معاكي، بص تلاقي العجينة ابتدت تفك من ايدك. 10 دقايق متواصلين عجن بقى بالشكل ده. تلميها وتلتيها بمعنى اصح، يعني ايه، تبسيها كده، يعني ايه، تعجني العجينة كويس معاكي. هتطلع معاكي طرية وخفيفة جدا، مش تقيلة كده، لا هتطلع معاكي والله خفيفة جدا وقطنية فوق ما تتخيلي، زي ما شفتيها معانا كده في اول الفيديو. طبعا شوفوا ابتدي العجينة اهو ان انا المها خالص، وشايفين هي مشبكة في ايديا. كل ما تعجني فيها بقى بتبتدي ان هي ايه، تسيب من ايديكي خالص، بس برضو بيبقى فيها سن التلزيق. هنزل هنا بكوبايه من الا ربع زيت على سمنه. متواجد عندك زيت حطي، متواجد عندك زيت على سمنه حطي، زيت على زبده حطي. يعني تقدري تعمليها بالزيت، تقدري تعمليها بالسمنه خالص، تقدري تعملي خليط ميكس ما بين ده وده. لو مش متواجد عندك سمنه تقدري ان انت تستخدمي زيت. بحطها على العجينه بقى كوبايه الا ربع. وطبعا انا بسيب المقادير كلها في صندوق الوصف. بفضل شغاله كده بقى لغايه ما العجينه بتاعتي تشرب السوائل كلها، وتبقى العجينه بتاعتك هنا طريه. دي شكل العجينه اهيت بعد ما انا لميتها بالشكل ده. هسيبها بقى ايه، العجينه بتبقى بصوا ناعمه معايا جدا وطريه، ماهيش ناشفه. هسيبها تخمر ساعه وبعد كده نرجع نقطعها مع بعض. غطيها بقى واركنيها في مكان دافي لمده ساعه. لو مستعجله عليها ممكن تعملي لها حمام ميه دافيه واللي هي تخمر معاكي على طول. طبعا دي شكل العجينه بتاعتي بعد ما اختمرت. هبتدي افضي الهواء بتاعنا كله كده من اللي فيها، وابتدي ان انا اقطعها. وهنا طبعا التقطيعه زي ما انت عايزه. عايزه تقطعيها اللي هو 50
قرصة ماشي، عايزة تقطعوهم 30 ماشي، عايزة تقطعوهم 40 ماشي، الحجم بتاعك. وحاول ان انت توحدي التقطيعة بتاعتك. يعني انا طلعت من الكيلو الدقيق 40 قرصة، الحجم اللي انتوا شايفينه ده. بتقطعيهم، حاولي بقدر الامكان لو عندك ميزان تقطعيهم سوا واحد، لو مش عندك بقى طبعا عينيكي وايديكي ميزان بيبقوا نفس التقطيع. طبعا بتخلصي تقطيع الكمية كلها وبتغطيهم، واول واحدة هي قطعتيها هي اللي بتبتدي ان انت تفرديها. الصاج بتاعي مش مدهون اي حاجة، لان انا حاطه لها دهون بما فيه الكفاية، يعني هي مش محتاجة. هبتدي ان انا افردها كده. وطبعا علشان العجينة بتاعتك ارتاحت بتتفرد معاكي بمنتهى السهولة. بين كل قرصة وقرصة سيبي مسافة، علشان طبعا لما ترجع تسيبيها ترتاح تختمر تاني لمدة 10 دقايق، يبقى ايه في فراغ بين كل قرصة وقرصة كده، ما يلزقوش في بعض. القرص معايا بصوا العجينة عشان ما هي مخدومة كويس في العجن ومرتاحة كويس، بتتفرد معايا بمنتهى السهولة. شايفين؟ تاخدش اي وقت معايا في الفرد. وطبعا الحجم بتاعها مناسب جدا. انتي حابة تكبري الحجم بتاعها ماشي، حابة تقللي اقل من كده ماشي. شايفين؟ تفرد معايا بمنتهى السهولة كده. بعد كده بقى انا خلصت الكمية كلها، هي هسيبها ترتاح بقى لمدة 10 دقايق. وطبعا قبل ما بنسيبها ترتاح كده، قبل ما نبتدي ان احنا نسيبها علشان ترتاح، بنجيب بقى الفوطة وبنغطيها وبنشغل الفرن حوالي 10 دقايق. 10 دقايق علشان ندخلها على فرن ساخن مسبقا. ما ينفعش تدخلي الحاجة والفرن بارد، بصي ولا هتقب منك، هتبقى مسكوعة منك. طبعا دي شكل القرص بتاعتي هي بعد ما ارتاحت. انا شغلت الفرن قبلها ب10 دقايق. وطبعا دي منظرها اهوت. بتبتدي بتشغلي على درجة حرارة 200، تاخد لون من تحت، وبعد كده بترفعها للشواية. طبعا دي شكل القرص بتاعتي اهي بعد ما طلعت من الفرن. ببتدي ان انا ارشها بمية، بجيب بخاخ وبخها بمية كده واغطيها علشان تفضل طرية زي ما مطلعينها على طول. هسيبها بس حوالي 10 دقايق. طبعا دي الكمية كلها هي. بسم الله ما شاء الله، طلعت كمية كبيرة معايا. طلع معايا 40 قرصة. بجد شايفين منظرها حاجة كده تفتح النفس جنب كوباية شاي او جنب قطعة جبنة. تجيبي كده القرصة كده وتدهنيها بالجبنة، طعمها حلو جدا، وكمان الاطفال بتحبها. وهنا السكر اختياري. يلا السلام عليكم.